مباشرة من الرباط في المغرب الأستاذ حسن بن ناجح، عضو أمانة الدائرة السياسية في العدل والإحسان، نائب رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. أستاذ حسن بن ناجح، يعني من المفروض ونحن نتكلم الآن تكون التظاهرات في المدن المغاربية قد انطلقت في هذه الأثناء. ماذا تحدثنا عن هذه التظاهرات، هدفها، القوى المشاركة فيها، وأيضا الأماكن التي انطلقت منها أو ستنطلق منها بعد لحظات ربما؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعلى الضيوف الكرام وعلى كل المشاهدين الأعزاء. وعليك السلام. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فرحم الله الشهداء في غزة وسدد رمي المجاهدين الأشاوس في غزة العزيزة. منذ انطلق العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والشعب المغربي كما كان دائما على طول هذه القضية القريبة من كل الأمة الإسلامية والتي تشكل مركز اهتمامها، الشعب المغربي كان مواكبا. منذ اليوم الجمعة الماضي انطلقت حركة التضامن وحركة احتجاج، فكانت أكثر من 50 مسيرة ومظاهرة على طول المغرب نظمتها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. اليوم عندنا في هذه بعد قليل، بعد ساعة من الآن، تنطلق مسيرة حاشدة في مدينة طنجة شمال المغرب من تنظيم الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وهناك مسيرة أخرى أيضا حاشدة في مدينة القصر الكبير. كما أن على الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش تنطلق أيضا مظاهرة من تنظيم أكثر من 12 هيئة مغربية مختلفة القوى السياسية في مدينة الدار البيضاء. كما أن هذه الفعاليات مفتوحة وتشمل كل المناطق وكل المناحي وكل الهيئات والفئات الاجتماعية. الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فتح أسبوعا للتضامن مع غزة. الآن حركة التلاميذ أيضا تتداعى إلى تضامن واسع مع القطاع. هذا التضامن الشعبي هو معروف على الشعب المغربي وليس بجديد عنه. نعم. بل هو طيب، يسري في كيانه. نعم، ليس بجديد أستاذ حسن، لكن إذا هل هو الآن خلال العدوان الحالي بالمقارنة مع العدوان السابق على قطاع غزة في 2008-2009 أو ما شهدته المنطقة من أحداث وتحديدا فلسطين، هل ردة الفعل اليوم رأيتها مختلفة، أكثر تفاعلا في المغرب العربي، أم أنه هاي ردة الفعل لا تختلف أبدا عن ردة فعل الشعب في المغرب العربي تجاه العدوان؟ هي مختلفة تماما، لأن فيها شحنة إضافية، فيها شحنة زائدة، فيها قوة ثقة. لأن مع انطلاق الانتفاضات الأولى في فلسطين كان الشعب المغربي يواكب هذه الانتفاضات بمسيراته المعروفة، المسيرات المليونية. في الوقت الذي كان الحكام المستبدون يقمعون هذه المسيرات ويدعمون ويتآمرون ويدعمون الكيان الصهيوني، مع ذلك كانت الشعوب تخرج. أما اليوم وقد رأينا ما رأينا من تغيير في ملامح الخريطة السياسية في كل المنطقة العربية. أنظمة كانت تدعم إسرائيل، كانت تدعم الكيان الصهيوني، سقطت رموزها اليوم، وأنظمة أخرى في الطريق، وأنظمة أخرى تجري عليها ضغوط كبيرة. كل هذا يعطي للشعوب العربية والإسلامية مزيدا من الإصرار، مزيدا من الثقة، مزيدا من اليقين بأن النصر في فلسطين آت. وقد رأينا حتى في الدول التي سقطت فيها رموز الاستبداد بعدما قامت به من خطوات رمزية وخطوات ميدانية مهمة جدا، هذا كله يساند ويدعم هذه الروح. طيب أستاذ حسن بن ناجح، الإسلامية. ماذا عن الموقف الرسمي في المغرب العربي، يعني موقف الحكومة المغاربية وأيضا الملك في المغرب؟ الأنباء تتحدث، يعني كما أوردت وسائل الإعلام المغربية، أن الملك أصدر قرارا بإنشاء مشفى ميداني ملكي في قطاع غزة لمعالجة الجرحى وغيرها. كيف ترى ردة الفعل الرسمية المغربية على العدوان؟ الموقف الرسمي متخاذل كما في السابق، كما دائما. لا يخرج عن نفس الأسلوب، وحاول في هذه المرة أن ينحلي
شيئا ما للعاصفة بأن يقول بنصب ما قلته من مشفى ميداني. نعم. مشفى ميداني، وهو شبيه بأن تنصب مقبرة للأموات. ماذا يفيد مشفى ميداني بعد كل ما يحدث؟ أن غزة الآن تحتاج إلى دعم مباشر، تحتاج إلى دعم سياسي واضح. في الوقت الذي يقولون فيه هذا، وزير الخارجية المغربي كان استثناء من وزراء الخارجية الذين دخلوا ولم يدخل حتى الآن، وحتى إذا دخل بعد ذلك ماذا يفيد بعد أسبوع كامل من التقتيل ومن البشاعات التي نراها الآن في غزة. هذه نعم. المناورات ليس إلا. وفي لحظة هذه إضافة مهمة، في نفس الوقت ترتفع نسبة التطبيع الاقتصادي في المغرب. خلال هذه السنة ارتفعت بمعدلات عالية جدا عن كل المراحل السابقة، فإذا هذا لا يختلف عن كل العقود طيب، السابقة. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ حسن بن ناجح، عضو أمانة الدائرة السياسية في العدل والإحسان، نائب رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. حدثنا مباشرة من الرباط. معي الآن مباشرة من تونس سامية